بس رايحين فين يا جماعة؟ ده احنا النهاردة بنتكلم عن أغلى فيلم أنا دخلته في حياتي، ذا كونجورنينج لاست رايتس، الجزء الأخير من سلسلة ذا كونجورنينج. وبعد ما اتفرجت على الفيلم، هل الجزء ده كان نهاية قوية تليق بالسلسلة ولا كان وحش؟ كملوا معايا الحلقة. الجزء الرابع في سلسلة ذا كونجورنينج، وده آخر جزء في السلسلة بالتحديد. وطبعا قبل ما تتفرجوا على الفيلم لازم تبقوا شفتوا الأجزاء اللي فاتت، بالإضافة يبقى عندكم نبذة عن عالم ذا كونجورنينج بشكل عام. أما قصة الفيلم بتدور الأحداث سنة 1986 عن عيلة بتجيب مراية، ومن بعدها بيحصل لهم ظواهر غريبة ومرعبة علشان يلجأوا للمحققين إيد ولورين، اللي بيكتشفوا بعد كده انهم بيواجهوا كيان شيطاني مرعب غير اللي عدى عليهم قبل كده. فتفتكروا المرة دي هيعرفوا يحلوا اللغز ويحموا العيلة دي؟ ده اللي بيكشفه لنا احداث الفيلم. طيب نروح للمميزات. تقريبا الفيلم ده مدته ساعتين وشوية، ولكن المميز طول المدة دي هي البداية والنهاية. افتتاحية الفيلم كانت حلوة جدا، الفيلم بيعرف يدخلنا على طول في أجواءه، كمان بيدينا هنت بسيط للأحداث اللي احنا هنشوفها بعدين. دي كده البداية. نيجي بقى للتلت الأخير من الفيلم، وهنا الأحداث بتكون في أحسن حالاتها. الإيقاع بيبقى سريع، بيكون فيه إثارة وتشويق على أعلى مستوى. فافتكروا معايا إن البداية والنهاية كانوا كويسين. تاني ميزة الأداء التمثيلي للبطلين بتوعنا باتريك ويلسون وفيرا فيرميجا. الجزء ده الكيمياء ما بينهم كانت عالية، ودي حاجة كانت واضحة على الشاشة بشكل قوي، خصوصا في اللحظات الرومانسية من الفيلم عملوها بشكل حلو. يا جماعة الفيلم فيه رومانسية وهنتكلم عن النقطة دي بعدين. كمان البنت اللي كانت عاملة دور جودي بنتهم في الفيلم برضو كانت لطيفة. وللأسف يعني مش عايزكم تتخضوا، بس كده المميزات خلصت، تعالوا نروح للعيوب. مخرج الفيلم مايكل تشافز قبل ما الفيلم ينزل قال ان بما ان ده اخر جزء في السلسلة، فاحنا ناس محترمة ومقدرين جدا ده، وحاطين جرعة رعب كافية للناس علشان الفيلم يبقى بمثابة نهاية قوية تليق بالسلسلة. هل الكلام ده حصل؟ انت كداب يا برنس، الفيلم مفيهوش اي حاجة بترعب. وطبعا دي حاجة زعلتني جدا، لان سلسلة ذا كونجورنينج واحدة من اقوى السلاسل في تاريخ السينما من ناحية الرعب. وكمان انا دخلت الفيلم ده اي ماكس، وانتوا عارفين سعر التذكرة كام. فللأسف لقيت ان الفيلم فاضي مفيهوش اي حاجة. مشكلة الرعب في الفيلم ده حاجتين، الحاجة الاولى ان مشاهد الرعب مش قوية ومعمولة وحش، حتى الخضات برضو ما كانتش كويسة. تاني مشكلة بقى ان المشهد من دول ما بيكملش 30 ثانية على الشاشة. يعني مشهد الرعب في الفيلم اخره بالظبط 10 ثواني. تحس كده ان المخرج مكسوف ان هو يخضنا. يعني يا جدعان انتوا نزلتوا من بيوتكم ودخلتوا الفيلم بتاعي، عيب ان انا اخضكم. وعلى فكرة المخرج مايكل تشافز ده عيب من عيوبه في الاخراج. ده رابع عمل يعمله في عالم ذا كونجورنينج. اول حاجه عملها كان ذا كيرس اوف ليرونا، بعد كده ذا كونجورنينج 3 برضو ما عجبنيش. ظنان الجزء الثاني ما كانش كويس، وده هو الجزء الرابع. دايما المشكله دي موجوده عنده، يجي في اللحظه اللي المفروض ان هو يخضك فيها ما يخضكش. في مشاهد كتيره في الفيلم ده كان ممكن يطلع منها رعب اقوى من كده، وده ما حصلش. المشهد بتاع المرايات وده ظهر في البرومو، المشهد ده جامد جدا، المفروض كان يتنفذ بشكل احسن من اللي احنا شفناه. في مشهد برضو في العروسة انابيل، انا بحبها جدا. المشهد ده يا جماعة يعني حصل تحول كده للعروسة، برضو معرفناش نستغل كل الكلام ده. Anything can happen. نيجي بقى لكارثة أكبر موجودة في الفيلم، وهي القصة. طبعا احنا عارفين ان كل جزء موجود في السلسلة مستوحى من أحداث حقيقية، وقصة الجزء ده هي كانت آخر قضية يشتغلوا عليها المحققين إيد ولورين. ومن قوة القضية ومن قوة الحاجات المرعبة اللي هم شافوها وانهم اتأذوا جامد، قرروا من بعد القضية دي ما يشتغلوش تاني. يعني دي كانت آخر قضية، وفعلا القضية دي خدت منهم وقت كبير جدا. فكان المفروض سيناريو الفيلم يبقى تقيل ويحسسني بمدى خطورة وقوة القضية دي. ده برضو ما حصلش، سيناريو الفيلم ضعيف جدا.
الفيلم في بدايته بيوحي لك ان انت داخل على احداث قوية جدا ومرعبة، ولكن من بعد كده انت بتشوف حاجات ملهاش علاقة خالص بسلسلة ذا كونجورنينج. بتشوف لحظات رومانسية بين الأبطال، إيد ولورين. مش عارف بنتهم جاي لها عريس فبيتقدم لها، فأبوها يقول له لأ أنا مش موافق، وما هتقول له يا ابني أنت عارف إحنا عيلة بتطلع جن وملبوسين. تفهمش حرفيا إحنا بندخل في الفيلم وبندخل في الأحداث وإزاي نحل اللغز بعد ساعة كاملة في النص التاني، اللي هو أنا خلاص زهقت. ولما بنيجي بقى نحل اللغز، أنا حسيت إن اللغز اتحل بسرعة قوي. المواجهة الأخيرة اللي حصلت ما بين إيد ولورين والكيان الشيطاني اللي هما المفروض بيواجهوه، برضو الموضوع حصل بسرعة. علشان كده قلتلكوا التلت الأخير كان حلو علشان الأحداث كانت سريعة وكان فيه إثارة وتشويق، بس برضو مش جامد. هو حلو علشان اللي قبليه كان فاضي، انت اللي قبل كده انت مكنتش بتقدم حاجة. فقصة الفيلم كانت ضعيفة جدا جدا. وفعلا الفيلم يعني لحد النص التاني انت كأنك بتتفرج على فيلم عائلي رومانسي كوميدي، قول زي ما انت عاوز تقول، بس اوعى تقول رعب. وكده العيوب خلصت، نخش في التقييم النهائي. تقييمي لفيلم ذا كونجورنينج الجزء الرابع والأخير 6/10. وأعترف إن التقييم ده فيه مجاملة علشان أنا بحب السلسلة دي والله، بس الفيلم للأسف وحش معجبنيش، والسلسلة كانت تستاهل نهاية أقوى من كده بكتير. وفي آخر الحلقة اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم. ولو عجبتكم اعملوا بقى لايك وشيروا الحلقة في كل مكان واشتركوا في القناة لو أول مرة. وما تنسوش تتابعوا صفحة القناة على فيسبوك. شكرا جدا لكم على المشاهدة، اشوفكم على خير، سلام.